ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حماد على قناة حياتك احلى من هند محمد. هعمل معاكم النهارده الطعمية بطريقة صحية، والطعم مش عايزة اقول لكم، ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم. انا بجيب الطعمية يا جماعة وبحطها في الفريزر وبطلعها حسب ما بحتاج. بطلعها قبل ما اشتغل فيها بالظبط بساعة الا ربع. تمام، لو انت هتجيبيها وتشتغل فيها على طول مفيش اي مشكلة. تمام. ده مقدار الطعمية ده يا جماعة بالظبط ب5 جنيه، يعمل طاسة متوسطة زي ما انتم شايفين كده. في طاسة على النار هحط معلقة كبيرة زيت زيتون، وهجيب الاسباتولا وهاعمل بيها الزيت كده ايه، بحيث ان هو ايه, يكون واصل لكل اجزاء الطاسه زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده هجيب عجينه الطعميه، تمام، وهحطها في الطاسه، وهجيب الاسباتولا كده وابتدي بقى ايه اطبطب على العجينه كده، بحيث ان هي تبقى زيها زي القرص بالظبط. بحيث ان هي بالظبط كده ايه تبقى يعني واصله لكل اجزاء الطاسه. لو انت عايزه تعمليها قرص صغيره مفيش اي مشكله، بس انا بحب اعملها كده ايه قرص كبير. تمام، هاغطّي عليها كده بقى واوطّي النار. طبعًا أنا إيه باحط عجينة الطعمية والزيت بيكون سخن على نار عالية. تمام، وبعد كده إيه قفلت عليها ووطّيت النار خالص. أول لمّا لونها يتغيّر من فوق كده زي ما أنتم شايفين، بصوا لونها اتغيّر وابتدت بقى إيه خدت وِش من تحت. بصوا احمرت من تحت، هابتدي بقى إيه أقلبها. بصوا اتقلبت معايا كده بكل سهولة. بصوا يا جماعة، بصوا الوش اللي واخداه حاجة كده روعة. هابتدي برضه إيه أقطّع عليها كده بالspatula وهاغطّي عليها. طبعًا أنا باقلبها على نار عالية وبعد كده هاغطّي عليها وبعد كده أوطّي النار. وبعد كده بقى بعد 10 دقايق كده أفتح عليها. خلاص، هاجيب بقى إيه ال المَيّة وهارُشّها كده زي ما أنتم شايفين. مهمة أوي النقطة دي، عشان يا جماعة القرص ما يكونش ناشف، يكون القرص إيه طري. ده بيساعد إن القرص بتاع الطعمية بتاعِك يكون طري. ولو أنتِ هتعملي قرص صغيرة برضه هتعملي إيه الحركة دي. قدّي بيها مع عيش بلدي أو شامي وسلطة. أنا عملتها ساندوتش كده. بُصّوا فتحت الرغيف كده زي ما أنتم شايفين، وحطيت كده إيه في الرغيف من تحت بطاطس مهروسة. تمام، وحطيت قرص الطعمية وحطيت فوقيه الطحينة وحطيت فوقيه السلطة زي ما أنتم شايفين كده. ممكن تحطي بطاطس بوريه اللي إحنا كنا عاملينها معاكم في القناة، أو بطاطس بوريه بهارات، أو بطاطس مهروسة عادية جدًا. بطاطس مسلوقة معاها ملح وفلفل، ده حسب ما تحبي. قدّي بيها مع زيتون أو مخلل، وقدّي بيها مع جرجير. وممكن تحطي على فكرة بدل الطحينة ممكن تحطي كاتشب، ممكن تحطي مايونيز، ممكن تحطي صوص الرانش. ده حسب ما تحبي. بس جرّبوا يا جماعة تحطّوا بطاطس مهروسة، تمام، معاه ت ف تحت الرغيف كده وتحطّوا فيه الطعمية وتحطّوا فيه الطحينة. عايزة أقول لكم فعلًا، فعلًا، فعلًا الطعم روعة. أنا جرّبتها وعجبتني جدًا. إن شاء الله تجرّبوها وتعجبكم إن شاء الله. عايزة أقول لكم دي وجبة مش هتحتاجوا تاكلوا معاها حاجة تانية. عايزة أقول لكم الرغيف ده أصلًا مش هتقدروا تكمّلوه، وهتستمتعوا بالطعمية بطريقة صحية، ولا هتتعبوا ولا أي حاجة. أحسن حاجة كمان إن الطعمية معمولة بطريقة صحية ودهون قليلة جدًا، جدًا، وده أجمل حاجة. إن شاء الله تجرّبوها وتعجبكم إن شاء الله. ده ساندوتش بقى كنت عاملاه في يوم تاني. تمام، قدّمته مع مخلل وجرجير زي ما أنتم شايفين كده. إن شاء الله تجرّبوا تعملوا الطعمية بالطريقة دي وتعجبكم إن شاء الله. لو عجبك الوصفة لايك واشتراك في القناة، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.